مساء الخير والعافية على كل مستمعي راديو العراقية، وعيد مبارك، وإن شاء الله يا ربي كل عام وإنتم بألف خير وصحة وسلامة لكل العراقيين وين ما كانوا في داخل العراق أم خارجه. فأكيد عيد أضحى مبارك على كل الناس الطيبة واللي تحب الحياة بأنه تعيشها بأجواء جميلة بأيام العيد. نتمنى يا رب تحقيق كل الأمنيات، وأكيد الحكاية من البداية هو جميل بكل ضيوفه ويحب دائما يتألق بأيام العيد، وإن شاء الله يا رب صحة وسلامة. أكيد زميلي علي البكري نحب نعايده ونقول لك كل عام وانت بخير ونورتنا. عيد سعيد يا أسيل، وكل عام وأنت بخير والعائلة وإن شاء الله الجميع، وأيضا لمتابعي ومستمعي راديو العراقية نقول لكم عيد مبارك، عيد سعيد. نتمنى أن نحظى بوقت يعني أجمل مع من نحبهم، مع أصدقائنا، مع أهلنا، وأيضا مع رفقة معاكم. اليوم أكيد حلقتنا يعني فيها نوع من التجدد ونوع من الحداثة، وأكيد بمناسبة العيد راح نستمتع وياكم بهذه الحلقة إن شاء الله. أكيد هي اليوم حلقة مميزة، وبالأخص في عيد الأضحى المبارك. دعوني أرحب بمخرجنا محمد البغدادي، وأكيد أرحب بكل مستمعينا اللي دائما هم من يحبون يشجعون على حب العمل، ودائما يحبون يكونون ويانا لحظة بلحظة. والحكاية من البداية تحيي ضيفنا الكريم الشاعر الجميل، وبنفس الوقت نريد نقول عليه صغير ما شاء الله كله شباب وحيوية، كرار الجبوري. نورتنا في ضيفنا وبرنامجنا الحكاية من البداية، وأيامك سعيدة. وأيامك سعيدة أنت النور. شكرا جزيلا لك والأستاذ علي البكري، كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير وعيد سعيد على الشعب العراقي إن شاء الله أجمعين. وإن شاء الله يكون خفيف الظل، وهذا البرنامج يعني برنامج راقي مبدع بوجودكم. وتحية للمتابعين راديو العراقية. شكرا جزيلا لك كرار. يعني بصراحة احنا ما نتفاجأ بأنه إن كان عمرك صغير ولا كبير، لكن هو الإحساس حلو. دائما الإنسان كل ما يحب عمله ودائما يحب يتقرب بأبسط الأشياء وبيحب ينجح. فما شاء الله عليك احنا لاحظنا هناك تميز بأشعارك وأيضا بتوزيعك، وكثير من الفنانين وبالأخص يعني فنانين كبار ولهم قامتهم ووجودهم وبصمتهم بالأخص في تاريخ الفن العراقي الأصيل، واللي كان على مستوى كبير جدا اللي رح نذكره من خلال حديثنا في برنامجنا. حبينا نعرف بداية كرار كيف كانت في كتابات الشعر اللي فعلا أصبح لها بصمة في وجودنا كمجتمع عراقي. والله الحقيقة هي البداية يعني كانت بداية صعبة جدا. يعني أسكن في منطقة يعني لا من عشيرة والدها شاعر ولا من منطقة بها شاعر. كتبت الشعر سنة 2005. أول قصيدة كتبت إلي 25/2. طيب احنا خلينا نعرف عمرك يا مولي. عمري 1990 16/8. ما شاء الله عليك، يعني بال 2005 يعني أكتب الشعر الشعبي. يعني انت صغير جدا يعني. العمر كله إلك. الله يحفظك في ذاك العمر. فكتبت الشعر الشعبي ب 2005. تدرين الوضع كان وضع صعب جدا. فظليت أمارس يعني وحدي. وتدرون الشعر الشعبي يقول يكتب الشعر غناء ويكتب الشعر الشعبي، والشعر الشعبي هذا ثقافة طبعا. دراسة عامية أيضا إلى تعرفين الأوزان، تنتمي للجمعية. طيب اقتديت بأحد الشعراء؟ لحد 2010 أنا انتميت لجمعيتي. نعم. وانطلاقتي صارت سنة 2010. أي جمعية كرار؟ جمعية الأدباء. جمعية الأدباء الشعبيين المركز العام في العراق. حلو. أنا عضو بها، وأيضا عملت فيه ممثل إعلامي. نعم. لدعم الشعراء. وما زال أشتغل من الإعلام يعني. انتميت وانطلاقيتي بدأت بالشعر من سنة 2010، بس 2005 أنا أكتب. طيب كانت هذه الكتابات يعني محتفظ بها لحد ما؟ محتفظ بها، بس الكتابات اللي تكتبيها أكيد يعني كبداية لها أخطاء أوزان، لها موضوع فاهمين، صورية القصيدة، ثقافة القصيدة. طيب الموضوع مثل ما تكتبين. منو من الشعراء اللي كنت تحبي أنه تقلدهم أو تقتدي بيهم أو تعتبرهم قدوة لك يا كرار؟ لأنه أكيد الإنسان لابد إلى فد مميز في حياته بأنه يتابعه. أكيد هو بالنسبة لي
قدوتنا والشعر النهر الثالث الشاعر الكبير عريان السيد خلف. تحياتنا للمرحوم كارل إسماعيل قاطع أيضا قامات العراقية الله يرحمه. المرحوم أيضا عبد الحسين الحلفي أنا كنت أحبه وأسمع له. حلو. رحيم المالكي الله يرحمه. والحي ما زال الشاعر الكبير سمير صبيح يعني أسمع المالكي أسمع كثر يا رياض الركابي يعني ما شاء الله. عندك متابعات؟ طيب بالبيت منو شجعك كرار؟ والله بالبيت يعني زملائي أكيد بس ليس أعمل لا بالبيت ولا بالفيس. عندي قناة يوتيوب وتهكرت يعني راحت مشاهداتي. طيب أهلك يعني منو كان الداعم إلك؟ الحقيقة في البداية كلها كانت ضدي كلها. 5 سنين عانيت معاناة كثيرة. كنت تكتب بالبوقة بدون علمهم؟ مو بالبوقة يعني السنة عندك أمس يدعوك ما أقدر أروح لقائد أطلع ما أقدر أقدر أسجل هم ما أقدر. ما تقدر. يعني كانوا في وقت الشعر الشعبي مو مثل ما تفكك هسه أخذ يعني مجال بالساحة العراقية. قبل يعني كانوا حتى الشعر الشعبي يحاسبوا له غير حساب. فالحمد لله ورا ما صرت يعني شافوا لي بصمة وأطلع ومهرجانات ولقاءات لك وجود. قاموا يشجعوني يعني أمامي. حلو. أي والدي أيضا قام يفتخر يعني حلو كان رافض ومعارض. الحمد لله. مو عادة الإنسان من يبتدي بطريق لابد هناك عقبات وصعوبات أكيد. وبالنتيجة لابد الأهل يفتخرون بأبنائهم من يشوفون بأن هناك ثمرة إلها حصادها وإلها وجودها وفعلا أنت تركت ميزة حلوة أكيد. وإن شاء الله أكيد راح نشوف الثمار الأخرى من خلال نجاحاتك وأشعارك. اليوم علي احنا نلتقي يعني أعتقد من خلال برنامجنا الحكاية من البداية يعني يمكن شخصية أو شخصيتين التقينا بمقتبل عمرهم. نعم. بداية يعني الطريق. بداية الطريق فعلا. تحياتنا لهم ولكل شبابنا ولكل من كان معنا في الحكاية من البداية. لكن اليوم شخصية كرار أكيد إلها نجوميتها صح ولا لا يا علي؟ أسيل طبعا كرار يعني يكتب في 2005 يعني عمر صغير 15 سنة. إنه عادة هو مولود يوم 16/8/1990. هناك يمكن النقطة هو يعني هو كرار ما بننتبه له بس احنا نقول له راح ننبه له اياه نقول له انت تحب دائما تكون مميز وايضا انت سابق سنك ولا ما تحب حتى تمشي ويا الناس اللي بقصتك واللي بعمرك. دائما تمشي ويا الناس الاكبر منك ما تحب تمشي ويا الناس الصغار وايضا تختار الناس المتميزه ما تختار الناس العامه عامه الناس. صحيح. الوقت عندك ثمين ما تحب تضيعه ولا تحب تلهو يعني. صحيح. هذه الامور خلت عندك انه طبعا هذا شيء تكويني يعني انت ما قدرت تخرج عن هذا الاطار. مثلا حتى المواضيع اللي تتناول هي مواضيع غير مألوفة يعني مو مواضيع عادية مطروقة يطرقها الناس أغلب الناس. صحيح. إنه يحجون بهذا الموضوع. فدائما تدخل لك بصمة وأنت صغير ودائما تفكر بطريقة مخالفة للآخرين. صحيح. طريقة يعني غير مألوفة. لا أحب تقلد. ما تحب إنه تقلد الآخرين. وهذا الموضوع دفاعك إنه تكون وحدك بالساحة يعني. كنت مو نمط مو إنسان يعني حالك نقول حال بقية الشعراء لا حبيت يكون لك فد أسلوب خاص بيك وطريقة خاصة بيك. أنت ما تتقاضى فلوس تقول أنا ما أخذ فلوس وأجور من القصائد المغناة والقصائد الشعرية. عندك بعض أيضا أنت معارض ما يقوم به الآن ما يؤدي الآن الشعر يعني. الآن نسمع قصائد شعرية في الحقيقة قد لا تكون شعرية بالقدر ما يكون سوالف يعني حكي. نعم. حكي ممكن الشعر إلى من ينظمه إلى وزنه إلى قافيته إلى فهذه الخصوصية يا كرار خلت لك مقبولية عند الناس حتى الكبار يعني يحترموك ويقدروك. يمكن الناس اللي قامات كبيرة تتعامل وياك على وزن عقلك ما تتعامل وياك على أنه أنت لا تزال صغير وبعدك مبكر. في مجال الفن والعمل تعامل مع الكبار. روح المعاناة موجودة في حياتك. أردك تحكي لنا على روح المعاناة. ليش تختار دائما الأشياء الحزينة؟ ليش تختار دائما الأشياء اللي بيها بكاء؟ ليش تختار دائما الأشياء اللي تنطي بعد إحساس بالظلم؟ أنا أدري بك أنت ما تحب الظلم يعني كل شيء الظلم تكرهها. صحيح. ليش دائما أنت تحاول توصل الصورة؟ طبعا تريد توصل صورة مشرقة
لكن بطريقة بها إحساس. أنت من النوع الحساس إلى درجة صعبة، أنت مو سهل، صعب التعامل معك، صحيح. صعب رضائك، من الصعب جدا أن تقتنع صعب بشيء، زعلي. وصعب عندما تزعل انتهى الموضوع. يعني مهما يكون الآخرين خلاص بعد راح تغفل عليهم، انتهى الموضوع. يعني أي واحد أنت تزعله صعب ترجع له، أو يعني صعب جدا ترجع له بعد، خلاص سقط من ناحية أنه راح ترجع مرة ثانية وتعيد صداقتك به، لأنه تعتبر هذا خطأ فادح بحياتك. خلينا ندخل على الحزن في حياتك. أنت صغير في بداية عمرك، الحزن اللي شالك يعني أكبر منك هواية. الحقيقة يا أستاذ علي تدري يعني هي الوقت اللي إحنا عايشين به. اترك الوقت. أيوة يعني لا خليك هسه فرنسا بأحلى ما يكون أنت راح. لا والله يعني أنا استحت لك إياه يعني أمامكم أمام المجتمع. يعني لو لما الله وأبويا احتمال حتى بالعراق ما أبقى. لأن تعب وحزن وشو يعني آلام كثيرة تجيك، المقابل تسوي له زين يجرحك. صعب زعلي لأن أنا ما ينزعل مني يعني صعوبة ينزعل مني. قلب أبيض أضحك للي كرهنا سلم واحد من العطاء، أنت واحد من العطاء يعني واهب نفسك للناس كلها. أكيد. فيعني اللي زعل أنا قلت لك يعني اللي زعل من عندي صعوبة يعني أنا أوفر له كل شيء، وقبل لا يطلب مني شيء أنطيه إياه. زين. أدا أشوفه أفرح أضحك له. زين. يعني فالحمد لله والشكر. على شنو أنت راح يشي؟ فقلب أنا حساس ما عين قلب بس أبيض. قلب والده نقدر نقول. قلب والده في المنزل. طيب لعد على هالقلب الطيب والحياة الحلوة اللي دائما هي بقلبك، سمعنا وطربنا ببيت شعر خلينا نقول بعيد عن الحزن والشجن، لأن أكيد راح نرجع ونكون طماعين وناخذ منك. سمع شي مستمعينا بما أنه أيام عيد، وإن شاء الله يا ربي صحة وسلامة لكل العراقيين. على الجميع. شبقيني وخلي يذوبني الحنان، شبقيني وخلي يذوبني الحنان، وحط راسك على المخدل بيها نام. الله. شبقة رايد مني تشبعني نوم، واحلم بسابع شفايف بانتقام، وبشعر شد غطى رايد مو لحاف، باللحاف يجوز ابرد مو تمام. خلي احلم بوس وبحضنك افز، وارجع اتدفى واشبقك من جديد، وعيد اقلك عام ومبارك سعيد. خلي احلم بوس وبحضنك افز، وعيد اقلش عام ومبارك سعيد، واخذ من الشفه بوسه وشن سلام، وعيد اقلش عام ومبارك سعيد. رب هاي حديثه اجمل بالجمال، رب نفذ كل شي ما شاء ونريد. خدها شن رمان يتفلس يصير، حتى نسم بيها واشعر بالخمر، وانا بس فكرت بيها شنها كاس رأسا وحسيت بالراس السكر. ادري خدك هذا، أدري خدك هذا زين والحلا، أدري خدك هذا زين والحلا، شنها أمك بيك متنسية بشكر. قمت مطك شوق واسكر حتى جيك اثنين هن براسي انت والشرب، وبحضني وانت بعيد حسيت بفراغ، وحتى أحس بعيد لو بيا تطب، واعطش بماي الشفايف وروى ذوب، وانت لمني بيدك وارجع سلب. سلامتكم. تسلم لي عزيزي، وأكيد كرر حبيت إحساسك وحبيت وجودك، وأيضا نورتنا بعيد الأضحى المبارك. وأكيد هناك الخفايا الكثيرة عيد علي البكري، لكن مع ذلك أكيد رح نرجع لك بعد الفاصل، وأترك إلك الساحة يا محمد البغدادي، تمتعنا بصوت جميل من فنانين اللي رح يتم اختيارهم من قبلك، ونرجع بعد الفاصل. لا 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 تحرموني منها، لا بالغصب والإكراه، لا 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 تبعدوني عنا، لا هذا أكبر ظلم والله. لا 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 تحرموني منها، لا بالغصب والإكراه، لا 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 تبعدوني عنا، هذا أكبر ظلم والله. هو رجعني ضحك وشال من عيني دمعتي، هو رجعني ضحكتي وشال من صدري حسرتي.
شكرا لكل من يتابع راديو العراقية، وأكيد الحكاية من البداية جميل بمستمعيه وبكل متابعي شبكة الإعلام العراقي. حلقة جميلة مع كرار الجبوري شاعرنا المبدع اللي فعلا استمتعنا معك وكنت لطيف جدا بوجودك، وأتمنى إن شاء الله يا رب المستقبل الزاهر لك. شكرا لك. بما أنه حضرتك يعني أيضا تعمل بالجانب الإعلامي، أعتقد بأنه حبيت تجمع بين الشعر والإحساس والإعلام، لأنه الإعلام أيضا هو مو فقط دراسة وإنما موهبة. صحيح. لأنه دائما الإنسان يبدع من مكان عمله. كيف وجدت الإعلام مع الفن ومع الشعر ومع الأدب، وكيف وظفت نفسك إعلاميا؟ الحقيقة الإعلام جت من الشعر. نعم. تدري الشاعر من يكون شاعر ويعيش أجواء الإعلام. نعم. فحبيت موهبة الإعلام أكون يعني أصبح مقدم برامج. حلو. كان طموحي حتى أخدم نفسي وأخدم الشعراء الشباب اللي مظلومين. فأيضا هم احتكيت بالإعلام وبالمقدمين وبالقنوات، والحمد لله قدرت يعني أقدم فد شيء نعم. بسيط ولو في حياتي. وما شاء الله يعني ما قصرت، يعني حاولت بأنه بأي طريقة بأنه تدخل طريقة في هذا الجانب. يعني والله قمت يعني أعمل حتى على حسابي. حلو. يعني اشتريت جمعية تعرف والوسط كله يعرف. نعم. اشتريت يعني أجهزة كاميرات ومعدة كاملة، حتى لو قلت أعمل أنا على حسابي، أنا أسوي برامج وكالة دعمي وانشر على يوتيوب. بس أحقق شيء بحياة الشعراء خاصة المظلومين. تعتبر نفسك مظلوم؟ والله مو أنا اللي ظلمت نفسي. أنت يعني شنو اللي ظلم؟ يعني مثلا إنسان كان عندي قصيدة مسجلة ب 2013 نشرتها أول بارحة. نعم. لقاء قبل سنة ونص نشرته قبل 4 أيام. فهذا كله ظلم. فالمجتمع يريد يعني تواصل منك مع اليوتيوب مع الفيس، يسمع نعم. قال كرار الجبوري ايش قدم ايش نزل. زين أنا على اليوتيوب مصفرك وش تهكرت قناتي وعفتها، على الفيس ما أفتح، على البيج أيضا هاملة. لا، فهذاك هذا صار يعني أنت تعترف حلو بأنه الإنسان يكون مقصر في جانب ما، بس لكن أنت محتاج إلى توظيف وإلى شهرة لعملك، لأنه دائما المستمع والمشاهد أيضا المتلقي لابد يعرف ما هو خزين من الموجود عندك. إن كان بمتابعات عن قناة اليوتيوب، الفيس، البيج، يعني هناك كثير من المواقع السوشيال ميديا تحتاج إلى متابعة، فأكيد لابد توظف ولو وقت بسيط، يعني حتى ممكن الانتشار يكون سهل جدا. إن شاء الله جديد. يعني أنا نوت على الموضوع هذا. المواقع الاجتماعية كلها، أيضا الفيس والبيج والإنستغرام والسناب شات، هذا يكون يضيفا مع اليوتيوب مع الترويج الإعلامي الممول. فإن شاء الله القادمة أجمل. طيب، علاقتك بزميلنا الصحفي والكاتب المبدع حيدر النعيمي، اللي دائما هو مبدع بكتاباته في مجلة الشبكة وبغير أماكن أخرى، هو مبدع دائما حيدر النعيمي، تحياتنا له. علاقتك وثيقة جدا والله يعني ولا خيرنا عليكم أنتم عز إن شاء الله. يعني حيدر النعيمي عن طريق الفيس إنسان خلوق. نعم. إنسان ما يغلى عليه، صديق إن شاء الله وأخ كبير إلي أكيد. ولو ما هو يعني أنا ما أقدر يعني عشان ما تعرفت عن حضرتك ولا على راسي علي. فهو أيضا هم بطموحه يعني يخدم الفن ويخدم الوسط ويخدم الإعلام. فمن جانب هذا اللي تعرفت عنه، وإن شاء الله حتكون علاقة مو علاقة فنية ولا إعلامية، عصر إن شاء الله علاقة أخوة دائما. إن شاء الله تستاهل كل خير كرار. إن شاء الله. كرار، طبعا عندك نقطة مهمة جدا، تعاملت مع الفنان إياس خضر، تحياتنا له. تحياتي. ونتمنى له عيد مبارك. إن شاء الله. أكيد. عبد الله بدر هم تحياتنا له. تحياتنا لكل الفنانين العراقيين اللي تركوا بصمة فعلا بفنه وبكلماته وألحانه وأدائهم اللي فعلا يكسب متلقين. كيف كان التواصل معك مع الفنان إياس خضر؟ حقيقة عن طريق مدير أعماله. كان هو استوى مكمل العمارة مالته مال قاعة أعزاز، ودريد يسوي مسرحيات أيضا كان بيها وجلسات شعرية وحجز لأعراس. فنتواصل أنا وياه أيضا. شغل تنسيق. فصار التعامل مع موال ونص غنائي. النص غنائي أخذ غنى، والموال أكو شان الموضوع يعني ملاقة بي، وبعد ما أعتقد يعني لحد ما أعرفه أنا ما نزل. بس النص الغنائي نزل وغنى أيضا بالقاعة مالته. حلو.
يعني لحد الآن ممكن الناس ما نزل على الأجواء الإعلامية وممكن ما تسجل أو تصور، لكن إن شاء الله نتمنى بأنه يكون بصمة من فناننا المبدع. أنا أتمنى حتى لو بس يقرأها يعني خلاص. إن شاء الله، بما أنه هو يعني أعتقد عجبه وغناه واستخدمه. أكيد، لأن اللون كان مقارب له. لطيف جدا. طيب سمعنا شيء من اللي كتبته للفنان ياس خضر. أوكي، سمعت له بالأول. تقول مشيت وما حسبت حساب لي، وسنين عمري خلصن بس الأذية، علي الناس قالوا هذا أحبابه شعلوا، وحيد بهالزمن ما حد إلي. مشيت وما حسبت حساب لي. إن شاء الله يا رب ما أحد يمشي عنك ويكون كل داير مدايرك. وفعلا سعيدة بيك، وأتمنى لك عيد أضحى مبارك. ولطيف جدا بأني أشوف شاب مفعم بالحيوية ونشط جدا. وأكيد أترك الكلام لك يا علي، لأنه هذا النشاط اللي موجود عند كرار ما إجا من فراغ، صح ولا لا؟ أي طبعا. ذكرنا أنه أرقام 717. عادة يكون هذا المولود بهذه الأرقام ذات طاقة عالية، طاقة روحية وطاقة نفسية، ويكون معطاء كثير العطاء وما يبحث عن الأخذ يعني آخر شيء. لكن بنفس الوقت ذكرنا أنه دائما يميل للأجواء الحزينة، الأجواء اللي بها رومانسية. صحيح. الأجواء اللي يصور نفسه أنه في حالة من الظلم، في حالة من القهر، يعني أنت تدافع عن الآخرين، خلي الآخرين هم يدافعون عن نفسهم. هذه نقطة أهم من أنه صحيح. تدافع عن نفسك، دافع عن حياتك، دافع عن عملك، وظف قدراتك للصالح اللي أنت يعني تعملهم. هذه القصص اللي بداخلك هي قصص فيها شعور دائما بالغبن، يعني شعور دائما انه انت ما مرتاح، وانه انت الاجواء صحيح دائما ضدك. ويمكن حتى في داخل العائله هناك من يعني تحس انه يقف ضد رغباتك، يعني في الحقيقه ما يقف ضد رغباتك، لكن هذا شعورك الاكثر من اللازم للامور يخليك دائما انه بعدين انت تعمل في الجانب الحسي. يعني انت كثير من الامور يجون يقول لك فلان مثلا يتناولك بحكي مو زين وسوء، انت ما تصدق لان احساسك ما يوحي لك بهذا الموضوع. صحيح. فانت انسان عايش يعني باحساسك، انسان حسي، تحب دائما تشوف الاجواء اللي قدامك رائعه وجميله، فرح، دائما تعمل بضمن توقعاتك، يعني تعمل ضمن بما تجود عليه نفسيتك. نعم. انت انسان مزاجي جدا كرار. صحيح. يعني جدا مزاجي، يعني باليوم تتلون فد 10 مرات او اكثر او اقل. يعني تبدي بنشاط، ورا نص ساعه تخفت، ورا ساعه ترجع احب كل علامه حققها. الحمد لله، شكر، ما عندي شيء. العافيه درجات يا كرار، شوي شوي. فهذه المزاجيه شلون تتعامل وياها يعني في حياتك، وانت يعني عاد نفسك انه تكون مشروع بالمستقبل، مشروع كبير. يعني انت ما تريد تكون مثل هاي الناس الباقيه، تحب تكون عندك، تكون تحت الاضواء، تحب تكون دائما تحت يعني الناس تقول هذه القصيده مميزه، خدمه المجتمع، اضافت المجتمع كذا. تفكر بهذا الموضوع، يعني هل عندك هاي الافكار يعني تراودك؟ لو انت مجرد انه لازم فلان يغني لك او فلان مثلا يقرا لك او كذا، لا تريد تقول انا لازم اكون مميز، لازم يكون صحيح. عندي الشيء الخاص بي اللي ما حد يشاركني به. صحيح. نعم. هذه المزاجيه شلون؟ والله ما متوالم يا المشكله، يعني انا تاخرت بسبب يعني ابني اساسي. صحيح. نعم. ما اريد انا اكون يعني اليوم نجم هالسنه، هسه الحقيقه بالوسط يعني ياخذ له 6-7 اشهر ولا يختفي. انت نرجع للسابق، يعني الكبير عريان السيد خلف 15 سنه ما حد نعرف يكتب. المرحوم كان اسماعيل قاطع لحد ما طلع برنامج يعني قبل 4 سنين 5 سنين لا نعرف، ما نعلموه مدرسه، هذا يعني عملاق. فاحنا نقول اي شيء لو ما يبني اساسه صحيح راح يستمر بابداع صحيح، واذا صار اساسه خطا راح يوقع. يعني انت مع، فما احب انا هاي النقطه اللي حاطها بحياتي، ما احب دام اليوم مباشر بس ابقى متميز وما زال اقدم. انت ما مستعجل يعني خطوات النجاح. هاي اول نقطه اللي بحياتي صحيح. الغرور يعني مو مغرور لكن عاجب الناس، مو مغرور لكن هسه راح انغر، ما شايل خشم، شايل ثقل بالروح. جميل. ما جامل رزن بالعين ليش اصغر. الله. شماته بالوجه امرايه 7 عيون، لكن بالظهر طعنات اثر خنجر. مو مغرور، حبوني حب اطفال، طفل 2 عمره وبالحسن ازقر. الله جميل. عليك. جميل. الله عليك فعلا. هذه الكبرياء اللي تحمله، يعني هاي الكبرياء اللي انت عندك كبرياء عالي جدا، يعني صعب
تتراجع. الكبرياء بروحي بس تواضع عندي لله. ما نحكي عن موجود. التواضع، نحكي عن كبريائك الموجود في داخل نفسك. احنا نحكي الآن تكوينك، عندي ثقة بنفسي عالية. هذه الثقة شيء لابد أن يكون عندك ثقة. بس أنت عندك كبرياء جدا عالي. يعني إذا في إنسان جرحك في يوم من الأيام صعب يقدر يمسح هذا الجرح مهما يعني. قلت لك سبق يعني أنا ما ينزعل مني. أنا حتى هناك العائلة المجتمع البياني من يصير حاجة يقول لك كرام ما ينزعل منه. يعني أضحك أضحكهم وأونسهم بكل التفاصيل. طيب احنا هذه الحالة اللي أنت يعني غير تضايقك، يعني أنت مرات تشوف انه المجتمع الان مجتمع طباعه تبدلت، يعني اصبحت طباع خلينا نقول مجامله فيها كثير من الزيف، يعني مو حقيقيه. وانت كشاعر شلون تناولت هذا الموضوع؟ الحقيقه هالاجواء خلينا نسمي هذا النفاق الان اللي موجود مثلا، شلون انت تناولته؟ ناولت انت بموضوع يعني اقدر انسى هذا الموضوع، يعني جبناه على الجرح والزعل، ما أقدر أنسى إلا أكتب عليه. زين، أنت تناولت هذا النفاق بقصيدة، بقصة، بشيء يعني؟ والله تناولت بعض القصائد يعني شنو اللي ذكرته يعني مثلا عن هذا الموضوع؟ ذكرت يعني الفقرات اللي صارت بها، يعني كأنما قصيدة واقعية قاعد تنحكي سوالف، بس أنا كاتبها بقصيدة شعبية. سمعنا في مقطع من هذا الموضوع. مقطع راح أسمعك من عنده. تقول يا ربي سامحني فشلتي، زعلت الشيخ بغلطتي، يا رب سامحني بفشلتي، زعلت الشيخ بغلطتي، زعلان ابوي من ورايا شلون طلعت مو طلعتي. مقطعها من عندها ما اقدر اكملها لان التفاصيل بها والموضوع انت حلو. وشكرا لك يا كرار، واجواءك جميله جدا. واكيد محمد البغدادي وعدنا بمقطع راح يكون هالمره على ذوقك يا كرار. شنو يعجبك نهدي لك من خلال راديو العراقيه؟ راديو العراقيه تهدي الاغنيه الفنان كريم منصور. تحياتنا إلى الفنان المبدع كريم منصور، وأكيد محمد البغدادي أنت اللي عجبك. إذا ناخذ كريم منصور ومن بعدها ياس خضر حتى اليوم تكون حلقتنا جميلة جدا، ومن ثم نعاود الحديث مع كرار الجبوري، وأكيد الحكاية من البداية حلو بمستمعيه. واهلي تريكوني يا ابويا، غريب انا واهلي نسوني عيون، غريب انا واهلي نسوني يا ابويا، بعيد انا واهلي نسوني يا يوم. شكرا لكل من تابعنا، واكيد الفنان كريم منصور مبدع جدا بكل ما هو يعني اختياراته وحبه لمجتمعه وأكيد لكل جمهوره، ونتمنى بأنه كرار راح يكون جزء مهم من كلماته، هي جزء راقي لراديو العراقية. ميلج هذا الحسن وش دعوة هلقت حلوة، ميلج هذا الحسن وش دعوة هلقت حلوة، حب الامراض حلو والأحلى حب القوة، صوتك بسمتك ضحكتك خوب الملامح بلوى، ميلج هذا الحسن فهميني آية بنية، زيني إذنك كسختي حطيني لو تركية، يا رب ما عندي بختني بيها شوية قلقان، شوست العمر جبت العشق بوكاحة، ما دخلت ببالي مرة بس بيها شفت الراحة، يا رب اريد في سنتك اعقد على التفاحة. الله ميلج هذا الحسن وش دعوة شو مغرورة، من حقك انتي بلبلة
حسنك أخذ مقدورة، أمنيتي أكشخ من صدق وبسلفة طق صورة. الله عليك. سيكون حب وافيا وياك قلبه قالبا شامخ، عزقه يا الهوى ليس عزقه راخصا، دغدغت قلبي يا ترى في حال مرض يا دوا، عزقك علاجي وداعتك. أمنيتي صيرا بسألك تصبح حياتي ومالتك، لك ميلك أي ميلك هذا الحسن فهميني يا أم قذيلة، صوبتني عينك بالقلب مو نظرة، ليش مو نظرة طقت شيلة، خلي ينسى اللي يريدك قبل يحلم يشوفش ليلة. الله. هل أنت بي قابلا حبيت قلبي فاعلا، جذبتني فيك وعينك سوداء ليل كاحلا، سوداء ليل كاحلا. الله عليك، جمعت بين الفصحى والشعر الشعبي، وطبعا هذه انتقالة جميلة بالأشعار بأنه دائما هناك مزاج بالكتابة. صحيح. فحبيتها. تسلم، عاشت إيدك يا كرار. أكيد علي البكري من خلال الشخصية من يعني نحاول بأنه نقول هي مشاكسة، وإنما شخصية أحسها بأنه ملمة، يسعى التميز طبعا دائما أحسها يعني عنده نشاط كبير جدا، يحب يكون إنه يعني يطرق طريق ما حد طارق غيره. كرار طبعا الحب وياك مو زين. فشل ذريع. تشيلي هذا الموضوع شلون نمشي وياك؟ الحب عظيم. اي بس انت ما جيت وياك الامور عدل. اكيد. اي يعني هذه القصه سولف لنا عليها شويه. متهني لاعزب بيومه، خفيفه كلش همومه، ما يؤمن ترى بنيه مو مثل اللي يزوجونه، انا المتزوج ورايد محتاج اندف بنيه، احبها تقول لي واطفالك احبك، قالت ايش مالك، سهل المساله شويه، شبابي اني لو شفتك لامي كانك عجبتك، هسه شبيدي شعلي محتاج اندف بنيه، اصيرا الها تركيه، اصير قلاده اصليه، شرطه وكاشخ بزيه، طالب كاسب حبله طبيه، هسه شبيدي شعلي محتاج اندف بنيه. محتاج يعني هي هاي المشكلة. بأنه نقدر نعتبره بالحب ما نقول فاشل، لا الله يبعد عنك، لا هو وإنما ممكن الفرصة ما اجته. لا هو المشكلة أنه هو أي برج يا علي؟ أسد. الأسد صعب جدا. هو تكوينه وطريقته بالتكوين دائما تخليه يعاني، يعني هو ما يوصل الأمور بسهولة بسلاسة، دائما اكو حواجز وعراقيل. اكو حواجز. بعدين هو دائما يختار الشغلات الصعبة. ليش؟ انا احب المجازفة. تحب المجازفة بشكل يعني تحب النساء اللي تكون شخصيتها صعبة جدا وتحاول ما تحب المألوف. ما احب الشيء السهل. احب المجازفة اللي تشلع قلبك. مو بعد هاي النجاح حلو، مو وصولها إلى حلو. الله يوفقك. الشيء يجيب تعب ويجيب قار وحزن يصير نكهة تحسين طعمها بنكهته، بس يجي إذا يجي أي شيء يجيب سهولة يجيكم حتى بعد ما حد كلار. عادة إنه الشعراء عندهم خيال وعندهم أحيانا إحساس ممزوج أكيد بعيد عن الواقع. هو يحكي عن الواقع بس مو بواقعه. أنت دائما تبكي. وأنا عندي أيضا بلقاء أبكي، بتسجيل أسد قصيدة أبكي. الشاعر يعني هذا البكاء هو تعبير عن شنو مثلا عندك؟ إحساسه. يعني لا تحس إنه أنت لازم تفرغ هاي الشحنات السلبية اللي بداخلك يعني. أي هو البكاء الشاعر يعني كأنما هو الموضوع، يعني مو كأنما هو الموضوع القصيدة والمقابل ده يكتب عنه، فهاي تتبع المدارس الخيالية. ارتباطك يعني بوالدك أكثر من والدتك؟ أنا اثنيناتهم. لا سؤال محدد. قول لي ولا لا؟ باوع. لا تبرر لي، قول لي. والله احكي صراحه. انا ذا مو اعرف تحبهم، والله اعرف تحبهم. لا بس انا مو عندي ورا هذا قصد. اي والدي. لا احكي لي، قول لي لا شوف لا تبرر لي، راح تقول لي والدي راح اعطيك الفرق. قلت لك انا ما جامل زين.
والدي شيخ عشيرة زين. وأنا ابن كبير، زين. فهو أي شيء صار عنده يقول كرار، يعني خاصة البيت أو الشمال، يعني رغم ما أخوته يعني متواصلين وياه يعني كنا، فارتباط بوالدي يعني بمجال عمله ومجاله هو اللي المجتمع العايش. أنا ما هذا قصدته. لا شنو تقصد؟ أنا قصدت الحب. تحس نفسك يم والدك أكثر من والدتك؟ لا، أحب أمي أكثر من أبوي وأعز أبوي أكثر من أمي. لا أنا هاي ما تمشي عندي، هاي القصة فسر لها بغير شكل. لا مال هاي الدبلوماسية طلعنا منها. لا تصير دبلوماسية. أنا شنو قصدي بهذا الموضوع؟ عادة إنه أنت عندك أكيد تحب والدتك بحب يعني عظيم، والله يخليها لك إن شاء الله الوالد. الله يحفظك للجميع. بس عادة اللي يجي بهذا الوقت يعني التاريخ ينظر لأمه نظرة قداسة، يعني وينظر للأمة أنه شيء، لكن يميل للوالد، يختلط مع الوالد أكثر، يكون يعني سوالفه مع الوالد أكيد. مو مع الوالده. مو اكيد هو هذا اللي انا قصدته. قصدت اكيد انت تحب والدتك. الوالد هو الكل بالكل، يعني انا بسوي شيء لازم اقول له. قال اي امشي، قال لا ابعد. لا يعني لا. قال لا راح اظل لا انت ما تقعد، راح اظل تلحويها وتودي يعني لا تقول له اقعد، راح اظل لا ويعرف الف توصل والده وتدفع على الوالده لان يضطر الف طريقه واذا بس بكون يعني بامره يعني وبعدين هناك تغافله فتره وتروح تسوي الشغله. اكيد لا هي الشغله انا ما من نوع داري شو عطى ببالي يعني انتهى خلاص. اذا احنا ما سمعت كلام والدتك ابيش حاله زين، بس اجوز 1% يعني 99% يعني خلي احنا هاي هل شو اسمه انت كشاب يعني تحس انه الان الشباب كلها يعني ما شاء الله اليوم العراقيين صاروا اكثر شعب بالعالم شعراء اكيد، يعني اي شاب تلزم اليوم حافظ لك ما شاء الله من الشعر، هو يكتب شعر وكذا، حتى لو مش يعني مو شاعر. تحس انه هذه حاله صحيه مثلا؟ اي حاله صحيه. الحالة الصحية أنا أيضا يعني حالة كانت مريت بظرف وقعدت أيضا يعني الحالة الصحية تخليك تكتب. اليوم الضائقة يعني كثرت هواي شعراء، ضائقة الشعر، ضائقة الحديثة ورم. بس اللي يسمعون الشعر الذائقة، أي الذائقة الحديثة ورم. بس كلهم يكتبون شعر، يعني يكتب لك دارم، يكتب لك أبدية، زين، ويقرأ لك قصائد يعني للمتنبه مات. طيب تعتقد هذا ليش يعني صار؟ هل يكون انه في انفتاح الان العالم، انفتاح الان كثره وسائل الاعلام؟ لا العراقيين مشعرين في مثلا في طبعهم، او تحس انه مثلا هذه الاجواء الاجتماعيه اللي نعيشها، يعني مثلا نحن بلد قبلي وبي قبائل كثيره، ما ممكن انه يساعد على هذا الموضوع؟ بس اليوم صار هو الشعر رساله، كان ما شاء الله منتخبين. انت وسائل الاعلام تنور ايضا. انت تتوقع متخذ الشعر رساله؟ انت حضرتك اي هو شعر رساله، زين، شاعر رساله حاليا. هسه يعني احنا نشوف انه اخذ مجال بعض القصائد المغناة يعني قصائد اذت الذوق العام، يعني اذت الذوق العام، اساءت للذوق العام. انا اعتبرها كلمات مو قصيده. انت تعتبرها كلمات بس تغنى ودا ينصرف عليها فلوس ودا تبث قنوات واذاعات فضائيات. طيب اذا انت تقول انا رساله للاعلام وسويتها رساله وانه الشعر رساله، فكرت تكتب قصيده للشباب اللي يعني بقصدك انه يرتقون بحياتهم، مثلا يرتقون بهالاساليب، يرتقون بحديثهم؟ والله احنا نصحنا مو بس يعني بس مجال. انت شخصيا انا شخصيا كتبت هذا الموضوع؟ كتبت هذا مو بس عندك يعني قصيده بهذا الشيء اكيد يعني نسمعها يلا للشباب، يعني حتى يعني الانثى والذكر اثنيناتهم، كان اللبس تصرفات تقول يا صغيره شمعش لا يشع نعم ويضيع طعم الندى، دنياش قرب ولش ما فيش حاجه وقده نو بروبلم قالوا مقبل تلاهي هيك مزلغده. نو بروبلم قالوا مقبل تلاهي هيك مزلغده، لبست مهذب نصرد مسكينه ماما مفرهده، فدكش يخيط الستر والستر الله مشدده، بعد تحديثه كان ورد بستان مزروعه فدا، انتباه للانثى ورجل، معقولة البس موردة، مشروع حرية نعم من حقك انت الصعده، لكن طحنا بمشكلة عندنا الشباب تولده، بعضهم يلبس رزن وبعضهم فتحة مشددة.
الله عليك. يعني وصلت الرسالة. وصلت. بس أنا حبيت روح الترافة في أشعارك، وأيضا أحس بأنه هناك مزحة في كتاباتك، تحب دائما تصل لأعماق المتلقي بسهولة. وفعلا من أستمع إليك حسيت بأن هناك أكو قرب من أشعارك لنفسية كثير من الذوائق، يعني كمجتمع، لأنه إحنا متعددين الأجناس والأفكار والأحاسيس، فأكيد كل إنسان يحب دائما يميل لميول معين. وفعلا أتمنى لك موفقية كبيرة جدا في مجتمع فني. العراق ولاد لكل النجوم، وما شاء الله السماء ساطعة بكثير من الفنانين والشعراء، وأتمنى كل كتاباتك تصل إلى أكبر مستوى من الوطن العربي وإن شاء الله عالمي. لكن العصفورة قالت لي بأن هناك مشاركة من قبلك لأحد أحدث أو أهم البرامج شعر العرب في الوطن العربي. عندك هذه المشاركات ناوي على المستقبل القريب؟ والله ناوي إن شاء الله. قلت شيء أنا حتى أيضا اسمي مرشح، بس بعد المشروع المسابقة شعر العرب بعد يعني مو منفذ، وإن شاء الله أنا أقول 90% أنا شارك إن شاء الله. نتمنى مشاركتك طبعا. إن شاء الله. طيب مشاركة. شنو رأيك علي؟ يعني إن شاء الله يشارك لأنه عنده فرصة من خلال تاريخ ميلاده. طيب لو شاركت ماذا ستقدم لشعار العرب؟ أنت راح تمثل العراق. هلا كده مثل بروحي، يعني أكو راح تكون المشاركة يعني كثرة الشعراء، وبعديه اسم شعر العرب، يعني جميع العراق بلد الشعر. أكيد هم شعراء، لأن شعراء العرب كلهم يقرون ترى قصايدنا ومناسبة طبعا. يعني حتى الشباب اللي يكتبون شعر أسمع أنا من جيل الكبار يقروا لي هذا فلان شاعر كاتب. يعني ساعدنا شعراء الشباب ما إن شاء الله يكتبون الشعر جدا. يعني لاحظنا بكثير من البرامج بس تبقى هاي المهمة الوجود العراقي جدا حاضر في هذه البرامج. المسابقة الشعرية هي التوفيق من الله طبعا ان شاء الله. بس ما راح تكون مو بس قصيدتك، هي راح تكون لا انت شنو عادل هذا الموضوع، يعني اعدادك انت لما نفكر يعني هو هذا فرصه اعلاميه كلش كبيره، يعني انت راح توصل من خلال. انا اكون احب امثل بلدي، يعني خلاص يعني راح تمثل بلدك. شنو ببالك انه انت مخلي هدف شلون راح تمثله؟ يعني لازم راسم خطه انه اكو قصيده معينه راح تطلقها. القصائد اللي حد الان انا داخل بموضوع الموضوع مالتهن راح تكون هي لعبه بمرحلة الأولى والثانية والثالثة. لازم أنا أكيد بعد ما أعرف من مجموعتي ومن النخبة اللي وياي، فأعرف شلون ألعبها. أكيد بوحدة موضوع أو بقافية أو مثل سما قرانا شعبي. وأكيد لازم تكون القصيدة فاهمة واقعية بالنوع خلينا نقول مو فصحى قريب على الفصحى. لأن الجلفي بالعرب ما مفهوم. فأكو لعبات راح تكون إن شاء الله يعني بالمشاركة. يعني أنت عندك أساليب جديدة يمكن تطرحها؟ فكرت شيء؟ مو هو قلت لك أنا لازم أول شيء يعني أعرف النخبة اللي وياي. أنت ما خايف من هذا الموضوع؟ لا ما خاف. جيد. رغم ما هو المسابقة ترى مو يعني تقدم للشاعر تضيف شيء، لا تضيف الإعلامية بس، لكن راح ينظلم. ملتقى عربي يخسر جمهور. أنت راح تلتقي بملتقى عربي، راح الناس يشوفك، راح تشوف إنه أكيد هذا كرار من العراق بلد المتنبي وبلد الجواهري. طيب كرار عندك الجانب الإنساني كلش يعني فعال. تبرعات، مساعدات، تتبنى قضايا إنسانية. احكينا شوي عن هذا أي شيء للقضايا الإنسانية أتمنى من نوع الفقر والمساعدة المريض. هذا يعني جندي نسوي شيء الله يعني. زين. البلد مستحق. فأنا ما أتحمل هذا الشيء أبشي. ولا أشوف الشيء أبشي ما أتحمل. زين. أنت أكو هاي المشاريع عندك تشتغل عليها هسه بس بصمت؟ نشتغل عليها ما زالوا. أكو مشروع إن شاء الله يعني بس متبني أنت عوائل فقيرة يعني حاليا؟ مو بس أنا كل عائلتي. لا أنا أقصد أنت. أي يعني كلنا إحنا من ما زال أنا وباقي مستمر. وأكو مشروع إن شاء الله أكمله اللي هي للتبرعات. هذه واحد من الأرقام يعني هذا من يعني هم دا أشتغل عليه إن شاء الله قريبا إن شاء الله يكمل. اللي إن شاء الله تمنحك إنه الحس الإنساني هذا اللي يخليك دائما أنت قريبة من الشريحة المنظومة المحرومة الفقيرة، تتساعدهم، تقوم يعني ما شاء الله أكثر من شاعر إعلامي وأيضا ناشط إنساني خلينا نقول وليس ناشط مدني. قصيدة كتبتها عن المحرومين، الناس اللي يعني
حرموا بالحياة من العائلة، من الفرح، من الكذا، شنو اللي كتبت عنهم؟ كتبته هو إن قصائد شيء أثر بيك وحسيت أنه هم ذولا يعني شعلوا هذا الإحساس بداخلك؟ الدنيا صعبة، العيشة صعبة، كل شيء صعبة، وأنا صعب ما أحير. ليش أحير؟ شنو هفكر؟ أنا بالهم كبير، أنا ذاك اللي عاش عمره وبعد عمره بسن صغير، أنا الإنسان الغريب كنت متخايل أمير، أنا أحب الناس كلها وعاشق الميت ضمير، عشت عمر بذلة قابل لأن مدلول الفقير، الباك 5 قصور شرف وما شرفت بنص ريفه، والأرملة الشوهوها تزني وترقص بملها شريفه. الله. الباك 5 قصور شرف وما شرفت بنص ريفه، والأرملة الشوهوها تزني وترقص بملها شريفه، والترقص بملها شريفه. رب يدرب ناسه كلها لكن الهالفقرة راحم، رب لو منطينا رحمة كان هم صارت حواسم. الله. مخنوق وأحس الدنيا مو هي، الغير الضوء شمعة وياي مطفية، ولكني بشر عايش بالأحلام، مش ما أقول انصدق ألقاك تبي. الله عليك، الله عليك يا أنا أستاذ. منيتي بحلم وردي يحققها، أنا منيتي هموم البي طلقها، أريد أرتاح في بالي ما حد يسأل بحالي، ما رايد أظل بعيشة وهمية. أنا أدري اللي يحب يرتاح مو مهموم، وأنا بقلبي عشق للناس ما مفطوم، مجنون وأحب أنواع حنية، يسجن همومي اكسر عيب، ما يلوق الفلس بالجيب، ما تدوم الدنيا للدنيا، عقل بالراس ما ظل راس، أدور لي بدرب ينباس مو نمشي على عوشية، أريد أن دنيا تفهمني، طيب البية دمرتني، أشك بالناس مو حلوة، قشمر آدم بحواء، أعوذ إبليس طارية، وهسه إبليس كثرنا، بواحد طحنا ما قدرنا، غير دنيا دينية. أشك بالناس مو هي، أشك بالدنيا مو دنيا، أشك بالخانة وبالله واصلا نجوم الثريا. الله عليك، الله عليك يا كرار، شكرا جزيلا لك، وعيد أضحى مبارك عليك، ونورتنا في برنامجنا الحكاية من البداية، وأتمنى كانت لحظة جميلة وياك وعجبتك حلقتنا. أكيد والله، معك ست أسيل البياتي ومع المبدع أستاذ علي البكري، وشكرا لمخرجنا محمد البغدادي، وعيد سعيد عينه على الشعب العراقي، وإن شاء الله هذا العيد يعني يكون بفرحة إن شاء الله. كلمة أخيرة منك يا علي. أنا أشكر كرار، وطبعا إن شاء الله التوفيق حليفك، وإن شاء الله رسالتك الإنسانية والإعلامية والشعرية توصل يعني، وإن شاء الله توفق، وهذا الحزن اللي أشوفه عليك إن شاء الله ينتهي إن شاء الله ينتهي يتلاشى إن شاء الله. نتمنى لك كل الخير. مستمعينا يعني كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ومسرات وأفراح، وشكرا أكيد للمبدع محمد البغدادي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا، وعيد أضحى مبارك وصحة وسلامة لكل العراقيين. وضيفنا الكريم كرار الجبوري الشاعر الجميل اللي فعلا اليوم نورنا، ونتمنى بالحلقات الأخرى دائما نلتقي بكثير من المنجزات الحلوة اللي تسطع في السماء العراقية بنجومها. تحياتي لكم، وفي الختام تقبلوا أحلى التحيات مني أنا أسيل البياتي وعلي البكري ومحمد البغدادي، وشكر موصول لزميلنا حيدر النعيمي اللي شاركنا اليوم من خلف الكواليس. وأهلا ومرحبا بكم بالحكاية من البداية. قلبي نطبعك ذهب يا طعم، ليلة من ليل البنفسج يا حلم، يا ما مش بمعاك
طبع قلبي من طباعك ذهب يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج يا حلم يا ما مش بمامش طبع قلبي من طباعك ذهب ترخص واغليك واحبك ترخص واغليك واحبك ترخص واغليك واحبك انا متعود عليك هواي يا سولة سكتي يا سولة سكتي انا متعود عليك هواي يا سولة سكتي يا سولة سكتي يا سولة سكتي يا سولة سكتي أنا متعود عليك هواي يا سولة سكتي يا سولة سكتي يا سولة سكتي يا سولة سكتي يا طواريك الظلمة تجيني كان ثيابي علي غربة قبل جيتك ومستحش من عيوني يا طواريك من الظلمة تجيني كان ثيابي علي غربة قبل جيتك ومستحش من عيوني يا طواريك من الظلمة تجيني كان ثيابي علي غربة قبل جيتك ومستحش من عيوني ولمتني وعلى المامش علمتني ولمتني وعلى المامش علمتني ولمتني وعلى المامش علمتني انا حبه ويا قبلك ذوبني انا حبه ويا قبلك ذوبني انا حبه ويا قبلك ذوبني